السلام عليكم. لو انت صاحب شركة وعندك فريق تسويق، من المهم جدا وانت بتتعامل مع فريق التسويق ده انك تكون فاهم ان التسويق دوره دايما يكون بيفكر في مصلحة العميل. دوره دايما يكون حاطط نفسه مكان العملاء. يعني مثلا لو انت بتفكر ازاي تشتري بضاعة من مكان رخيص عشان تبيعها بسعر اعلى فتاخد هامش ربح اكبر، فريق التسويق هنا لازم يقولك لا، خلي بالك، هو البضاعة اللي انت عايز تشتريها بسعر رخيص دي هل جودتها كويسة فعلا وهتخلي العميل اللي اشتراها منك مرة يجي يشتري من عندك مرة واتنين وتلاتة بعدها؟ لو انت مثلا بتفكر تعمل اعلانات، هل الاعلانات انت بتعملها فقط لجذب عملاء جدد، ولا مخصص برضو جزء من ميزانية التسويق دي للحفاظ على عملائك الحاليين عشان لو عندهم مشاكل مثلا تعرف تحلها؟ عندك خدمة عملاء بمستوى كويس، بتقدم مثلا بعض العروض او بعض التسهيلات في الدفع او اي حاجة للعملاء القدامى بتوعك، فبالتالي اللي بيتعامل معاك بيحس ان انت بتقدره. حاجات كتير زي دي بتفكرك دايما ان التسويق مش هدفه فقط ان هو يحقق ربح، هدفه ان هو يحقق ربح عن طريق رضا العملاء. فبالتالي عشان تشتغل مع فريق التسويق صح وما يحصلش بينكم مشاكل كتير، لازم تكون فاهم ان التسويق دايما لازم يكون في صف العميل.